كان فتى أحلام جيل بحاله، ودخل في تحدي كبير مع الملك فاروق بسبب حبه للفنانة كاميليا. وده خلاه يبعد عن التمثيل لفترة كبيرة، لأن الملك فاروق منع المنتجين إنهم يشتغلوا معاه. لكن رشدي أباظة مهموش، واتفق مع كاميليا على الجواز. لكن قبل جوازهم بشهرين كاميليا توفت في حادث طيارة، وبعدها رشدي أباظة دخل في حالة من الاكتئاب الحاد لمدة سنة كاملة. والفنان رشوان توفيق قال عنه إنه كان زي الأطفال، وكان بيشتري الألعاب، وكانت أوضته مليانة ألعاب أطفال، وكان بيقول دي لبنتي، لكنه هو اللي كان بيلعب بيها. فضل مخاصم الفنان عمر الشريف رغم محاولات كتيرة من الفنان أحمد رمزي إنه يصلحهم، لكنهم الاتنين رفضوا. اتجوز 5 مرات، لكن أكتر واحدة حبها هي تحية كاريوكا، لدرجة إنه كتب على قبره محدش يجي يزورني إلا تحية كاريوكا. ودي كانت أول جوازة ليه، واستمر جوازهم 3 سنين واتطلقوا. والفنانة رجاء الجداوي قالت سبب الطلاق ده علشان تحية كاريوكا عرفت إن هو خانها، فطلبت الطلاق. بعد كده اتجوز واحدة أمريكية اسمها بربارة، وأنجب منها بنته الوحيدة اسمت. والجواز ده استمر 4 سنين بس. والجوازة التالتة كانت من نصيب سامية جمال، والجوازة استمرت قرابة ال18 سنة. بعد كده بعدوا عن بعض، لكن فضلت في عصمته، وده بسبب إنها عرفت إن هو اتجوز من الفنانة صباح. وجوازته من الفنانة صباح استمرت أسبوعين بس. وجوازته الأخيرة كانت من بنت عمه نبيلة أباظة، واتجوزها قبل وفاته ب2 سنين. رشدي أباظة اتولد 3 أغسطس سنة 1926 لأب مصري وأم إيطالية. والده اسمه سعيد بغدادي أباظة، وكان ضابط بوليس. ولما رشدي اختار مجال الفن والده رفض، وكان في خصام بين الاتنين فضل لمدة 10 سنين. وفي يوم خطوبة أخته تدخل بعض الأشخاص للصلح بينهم، وبالفعل والده اتصل بيه. ورشدي أول ما وصل البيت ركع قدام أبوه وطلب منه إن هو يعفو عنه. وفي لقاء مع أخت الفنان رشدي أباظة اتكلمت عن علاقته بالفنانة كاميليا، وإزاي اتعرض للأذى من الملك فاروق بسببها. وقالت بالفعل أخويا كان بيحب كاميليا لدرجة إنه استهان بتهديد الملك فاروق. الملك فاروق هدده بالقتل، ورد عليه رشدي أباظة وقال له اللي تقدر تعمله اعمله. وموقف غريب عمله الفنان رشدي أباظة مع الفنانة مريم فخر الدين. الفنانة مريم فخر الدين قالت رشدي جه ورايا البيت وضرب قفل الباب بالرصاص، ولحد دلوقتي مكان الطلقة واضح في الباب. وهربت ونزلت لماما من سلم الخدامين، وماما كانت ست شجاعة وراحت له، لقيته فتح الشقة بتاعتنا وقاعد ياكل. أول ما شافها سلم عليها وقعدوا ياكلوا مع بعض، أما أنا فقعدت بره على الرصيف. وهو طلبني للجواز بس أنا رفضت، لأن هو أمه أجنبية وأنا أمي أجنبية، وده مش هينفع معايا. رشدي أباظة في آخر أيامه أصيب بألم في الأعصاب. بعد كده اكتشف إن هو مصاب بالسرطان في المخ، وعمل عملية خطيرة في لندن. لكن بعد رجوعه لمصر اتدهورت حالته الصحية، وتوفى في 27 يوليو سنة 1980.